السلام عليكم شباب، رجعنا معكم مقطع اسطوري جديد على قناتي اليوتيوب. وقبل لا نبدا الفيديو خلينا نصلي على محمد وآل محمد. حط لنا لايك اذا بعدك ما حاط، اشترك في القناه اذا كنت ما مشترك، ومشاهده ممتعه. مقطعنا اليوم 4 قصص معبرة وبيها حكم. القصة الأولى تحكي عن الرجل الحكيم. يقولون كان هناك اكو رجل حكيم تجي الناس من كل مكان لاستشارته، لكنهم كانوا كل ما يجوا يحكوا له عن نفس المشاكل والمصايب اللي جاي يوقعون بيها او اللي يواجهوها. من قد ما يعيدون عليه نفس المشاكل ضاج. فاجا يوم من الايام هذا الحكيم جمعهم كلهم بمكان واحد وحكى لهم نكته، فضحك الجميع. ورا شويه رجع حكى لهم نفس النكته، بس ابتسم البعض، مو كلهم ضحكوا. مره ثانيه حكى لهم نفس النكته، هالمره ولا واحد ضحك. فهنا ابتسم الحكيم وقال لهم ها لا يمكنكم الضحك على نفس النكته. قال لهم العشون مستمرين على نفس التذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مره. هنا الحكمه او العبره تقول لا تخلي المشاكل تدور براسك، لان هي مضيعه للوقت وراح تهدر طاقتك اللي هي تعب النفسيه مالتك. القصه الثانيه جلكم الله الحمار الاحمق. كان اكو شخص يبيع ملح، وعنده هذا الحمار جلكم الله، ياخذ الملح ويحطه على ظهر الحمار كل يوميه ويروح يبيعه بالسوق. في يوم من الايام اضطر البائع ان يعبر النهر هو والحمار وعلى ظهره الملح، فهم وجاي يعبرون تعثر الحمار ووقع بالمي وذاب الملح. ولما طلع الحمار من المي مشى فشاف الوزن خف مال الملح، ومن شاف الوزن خف صار سعيد. كرر هذا الحمار نفس الشيء، ظل يوميا يعثر نفسه بالمي حتى يذوب الملح والوزن يصير خفيف، الى ان اكتشف البائع حيلة الحمار. وباليوم الثاني البائع ملى الاكياس قطن وحطهن على ظهر الحمار، ورجع الحمار نفس الشغله، هو جاي يعبر النهر عثر نفسه ووقع نفسه بالمي، بس من وقع بالمي زاد وزن القطن من الماء، فصارت مشكله بالحمار الخروج من الماء. فاخذ درسا من هذا البائع، ففرح البائع بهذا الدرس. عبره من هاي الحكمه لا تكرر الشيء يوميا، راح يجي يوم ما يحالفك الحظ وراح توقع بنفس وقعه الحمار جلكم الله. القصه الثالثه قصه الصديق الحقيقي. كان اكو 2 اصدقاء يمشون بوسط الصحراء، بس هاي المرة صارت بيناتهم مشاكل وشخص منهم ضرب الآخر. هذا اللي انضرب شعر بالألم الشديد، فما حكى ولا كلمة، فقط كتب على التراب مال الصحراء في هذا اليوم صفع لي صديقي على وجهي. وكملوا طريقهم. لما كملوا طريقهم لقوا واحة جميلة اللي هي تقريبا نقدر نقول جزيرة صغيرة، فهذا اللي ضرب على وجهه راح جيت بالواحة وبدأ يغرق، لكن صاحبه اللي ضربه راح نقذه. هذا اللي راد يغرق لما طلع وطلع صديقه راح كتب على صخرة اليوم صديقي المقرب نقذني. وهنا سأله صديقه اللي ضربه واللي انقذه، قال له ليش كتبت على الرمل هيك وعلى الصخرة هيك؟ قال له لما ضربتني على وجهي كتبت على الرمل، لان راح تجي رياح وراح ينمسح كل شيء وراح تروح ويا النسيان. قال له بس من قدمت لي هذا المعروف كتبته على الصخرة حتى ما تمسح الرياح. الحكمة تقول لك كن متسامحا للمعروف اللي ما ينسي. القصة الرابعة والأخيرة الطلبة الأربعة الأذكياء. كان اكو 4 طلاب أذكياء قضوا ليلتهم بالاحتفال والفرح والمرح، وهم كان عندهم ثاني يوم امتحان وما حد قارب بيهم، لكن عندما أتى الصباح عملوا خطة. هنا راحوا للجامعة وراحوا للمدير، قبل لا يروحون لطخوا نفسهم بالصخام او كانوا يسوون السيارة. قالوا للمدير كنا نسوي بالسيارة وطق علينا اطار السيارة وهذا جاي يشوفه حالنا، وهنا ما يسمح لهم الدخول بهذا الوضع للاختبار. فكر العميد لبضعة دقائق وقال لهم راح أجل لكم الامتحان ل3 أيام. فهنا فرحوا الطلاب شكروا العميد وراحوا لبيوتهم ووعدوه انه يحضرون يوم الثالث بالامتحان. هنا العميد كان ذكي وقال لهم راح اخليكم كل واحد بقاعة يمتحن. جتهم الاسئلة، السؤال الاول ما هو اسمك؟ عليه درجة واحدة. السؤال الثاني يا اطار السيارة انفجر؟ عليه 99 درجة. فالعبرة من هاي القصة اذا كان الكذب ينجي فالصدق انجى. وهنا يقول لك انه بعد لا تكذبون لين تتعلم درس قاسي. لهنا وانتهى المقطع، نشوفكم مقطع ثاني في امان الله.